عايزين السمك المشوي بالردة ما يدخنش، ما يتهريش، ما يلزقش، ما ينشفش، ما يتحرقش. اعملوه بالطريقة دي كده. اول حاجة هنبدأ بذكر الله وصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السمك اللي معانا طبارة صغيرة بتتشوي ردة مقفول بعد الغسيل الكويس كده من الخياشيم، ومن بره بنحطها في الردة بالشكل ده كده وبنرصها في الصاج. وهنجيب برده كمان شوية سمك كده برده هنمشوهم في الردة، سواء كان بورة او بلطي بالطريقة دي كده على شبكة، وندخلهم الفرن. يعني اي سمك هيتعمل بالطريقة دي كده مش هيدخن ولا هيلزق ولا هينشف ولا هيتحرق مننا. اول سر عملته ان انا حطيت مع الرده شويه ملح كده برضه هيساعدوا السمك على انه ما يلزقش في الصاج. والسر التاني هو شوي السمك الرده على شبكه برضه هيخلي السمك ما يلزقش برضه ولا ينشف. اهم حاجه السر الرابع وهي درجه حراره الفرن او الشوايه، لازم يكون سخن قبل ما انزل فيه السمك كويس. بعد 10 دقائق او ربع ساعه على حسب حجم السمك اللي موجود معانا، لو صغير بياخد دقائق قليله، اما لو السمك كبير بنكتر شويه. بعد ما خد لون اسمر كده داخل الفرن قلبته وخد نفس اللون وطلعت السمك بالشكل ده كده. هنديله بقى، تعالى اقول لك، ده جمبري بتر فلاي حلو قوي. هنديله شويه ملح وكمون وشويه شطه وليمون. والسقيه عباره عن شويه فلفل الوان كده وفلفل حامي مع التوم والليمون الزياده وشويه ميه وشويه كمون ورشه ملح وبهارات. تعالوا نقشر السمكيه ونشوف. قرب، بص بص بص، تعالى اهي بتتقشر واللحم حلو ازاي. قرب، الله يا سلام على الجمال، فيها سمين وفيها بطروخ، حاجة حلوة قوي. نشاركها للغير ونحط لها لايك. سلام عليكم.